الواري ابو مدين كان في عنفوان الشباب، وكان ملء السمع والبصر، وفجأة سقط على سرير المرض، وظل 60 يوما لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم في غيبوبة تامة 60 يوما. وجيء له ب61 طبيبا من انحاء العالم، وكشفوا عليه وحللوا دمه وحللوا بوله وقاسوا ضغطه ونشطوا قلبه، ومع ذلك قال الطبيب العالمي السويسري من سويسرا، قال ان هذا المرض الذي اصيب به الزعيم اول مرض في العالم لا نعرفه. 61 طبيبا من ارقى دول العالم في الطب بحثوا الزعيم وفحصوه، وذهب الى موسكو سرا، وعاد منها الى بلده، وجيء بالاطباء الى قصره، وبحثوا ما فيه ونخلوا ما فيه وحللوا ما فيه